بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هندرس تضاريس قارتي آسيا وأوروبا. طيب التضاريس يا جماعة يعني إيه تضاريس؟ يعني دي خريطة التضاريس، يعني بتوصف شكل الأرض. شكل الأرض، هل الأرض منبسطة ولا مرتفعة؟ والارتفاع ده هل ليه قمة ولا سطحه مستوي؟ فعشان كده احنا بنقول الالوان دي بتعبر عن الارتفاعات. فمثلا هنلاقي اللون البنفسجي واللون الازرق، طبعا ده المسطحات المائيه. اللون البنفسجي والبني الغامق دي الجبال، والجبال لازم يكون لها قمه يا جماعه، شكل هرمي، بتبقى سلاسل جبليه مرتبطه ببعض زي كده السلسله، زي جبال الافرست كده، شايفين شكلها هرمي مثلث. تمام. طيب اللون بقى درجات الاصفر دي بتمثل الهضاب، ارض مرتفعه بس سطحها مستوي. اللون الاخضر دي بتمثل السهول، سواء بقى سهول ساحليه او سهول فيضيه. اللون الاخير اللي هو من صفر لناقص 400 دي بتمثل المنخفضات. دي رموز الايه التضاريس على خريطه التضاريس. طيب تعالوا بقى ندرس الجبال اللي هي بتمثل اللون البني اللي هي اكثر ارتفاعا. هنلاحظ ان عندنا في اسيا اعلى قمه في مجموعه سلسله جبال الهيمالايا، شايفينها لونها بني وبني وفيها كمان بنفسجي، يبقى اذا فيها مناطق شديده الارتفاع. منها قمه جبل افرست. افرست ده اعلى قمه جبل في العالم، ارتفاعه 8848 متر فوق سطح البحر. ده بالنسبه لاهم جبال في قاره اسيا. في جبال اخرى بس انت عليكم جبال الهيمالايا، واعلى قمه جبل افرست. تعالوا بقى نشوف الجبال في قارة أوروبا. الجبال في أوروبا اسمها جبال الألب، اسمها جبال الألب، بس بيختلف اسمها. فمثلا ما بين فرنسا وأسبانيا اسمها جبال البرانس، وفي منطقة شبه جزيرة البلقان اسمها جبال الألب الدينارية. وفي جنوب أوروبا هنا اسمها جبال الألب عند منطقة سويسرا والنمسا وشمال إيطاليا. ده بالنسبه لمين؟ للجبال في اوروبا. كمان في عندنا في الجبال دي جبال الألب، اعلى قمه جبل فيها اسمه مون بلان. قمه مون بلان دي ارتفاعها 4800 متر فوق سطح البحر. دي الجبال في قاره اوروبا. جبال الألب اسمها البرانس ما بين فرنسا واسبانيا، جبال الألب الديناريه في منطقه شبه جزيره البلقان، وجبال الألب قلت شمال ايطاليا وفي النمسا وفي سويسرا. ده بالنسبة لجبال في قارة أوروبا. هنشوف اللون التاني بقى اللي هو قلنا درجات الايه البني الفاتح بقى. هنلاقي عندنا هنا هضبة، أعلى هضبة في قارة آسيا هضبة التبت. هضبة التبت وبيسموها سقف العالم. ليه؟ لأن دي أعلى هضبة وبتكون مرتفعة عن بعض عن جبال أخرى، فعشان كده بيسموها سقف العالم، لأنها ارتفاعها بيزيد عن 4000 متر. واحد يقول انت قلتي ان اللون البني جبال. ايوه قلت جبال، بس لازم قلت يكون لها قمه. اما هضبه التبت مرتفعه بس سطحها مستوي، يعني بتمتد لمسافات كبيره وسطحها مستوي، فعشان كده بنسميها هضبه التبت اللي هي قلنا اسمها سقف العالم. تعالوا طب نشوف بقى الهضاب في قاره اوروبا. عندنا في اوروبا في هضاب كتيره، منها هضبه الميزيتا في اسبانيا. شايفين هضبة الميزيتا في اسبانيا. عندنا هضبة تانية، هضبة فرنسا الوسطى. هضبة فرنسا الوسطى السهم بيشاور عليها، ما بين اللون الاخضر السهول وما بين جبال الألب في النص فيه لون اصفر فاتح، هي دي هضبة فرنسا الوسطى. تمام. يبقى دي الهضاب اللي في قارة اوروبا، الميزيتا وهضبة فرنسا الوسطى. طيب تعالوا بقى نروح للون الثالث اللي هو اللون الاخضر اللي هي السهول. عندنا السهول يا جماعه نوعين. في سهول فيضيه بتتكون حوالين الانهار من رواسب الانهار، دي في اسيا متوفره بشكل كبير جدا. وهنلاحظ ان في الشمال سهول انهار، اوب ويانسي ولينا، دي سهول سيبيريا. شايفين الثلاث انهار، نهر اوب، نهر يانسي، نهر لينا. الثلاث انهار دول في شمال اسيا وبيجروا في سهول سيبيريا. ده الانهار اللي في السهول الفيضيه في شمال اسيا. طيب تعالوا في جنوب اسيا،
في سهول نهر الجانج ونهر السند. نهر السند اهو قدامكم شايفينه. الانهار دي على فكره بتنبع من جبال الهيمالايا، بس نهر الجانج بيصب في خليج البنغال، ونهر السند بيصب في بحر العرب. تمام. دي الانهار اللي فين؟ في الجنوب. نهر الجانج ونهر السند. نهر السند في باكستان، ونهر الجانج في الهند. احنا برضو هنا في هضبة مهمة هنا في اسيا، اللي هي هضبة الدكن في جنوب اسيا، وفي هضبة شبه الجزيرة العربية. على فكرة الهضاب دول في قارة اسيا، هضبة الدكن وهضبة شبه الجزيرة العربية. طيب تعالوا بقى نشوف الانهار فين تاني في اسيا. عندنا بقى في الشرق، هنا في الشرق في سهول الصين في الشرق. هنا في شرق اسيا سهل الصين بيجري فيه نهر يانجتسي. سهل الصين بيجري فيه نهر يانجتسي. طيب سهل منشوريا برضو في شرق اسيا بيجري فيه نهر امور. يبقى عندنا نهرين في شرق اسيا، امور ويانجتسي، دول في الشرق. طيب في الغرب بقى في سهول نهري دجلة والفرات اللي هم في العراق. سهول نهري دجلة والفرات دول فين؟ سهول فيضية في العراق في غرب قارة اسيا. يبقى دي السهول للايه؟ الفيضية. طيب تعالوا بقى نشوف السهول الفيضية في قارة اوروبا. قارة اوروبا فيها سهول فيضية وفيها انهار كتيرة. فيها طبعا اطول انهار اوروبا نهر الدانوب، نهر الفولجا. هنا ده الاول نهر، ده اطول انهار اوروبا نهر الفولجا، وده بيصب في بحر قزوين. كمان في نهر الدانوب ده بيصب في البحر الاسود، وفي نهر الراين. دي سهول فيضيه. وطبعا دول بيجروا في السهل الاوروبي العظيم. السهل الفيضي في اوروبا واسع جدا، بيسموه السهل الاوروبي العظيم. يبقى قلنا اطول انهاره نهر الفولجا، وكمان في نهر الدانوب وفي نهر الراين. دي السهول الفيضيه في قاره اوروبا وقاره اسيا. طيب تعالوا بقى نشوف السهول الساحليه، اللي هي السهول اللي بتطل على او بتشرف على البحار والمحيطات. هنلاحظ مثلا في مناطق الساحل الساحلي واسع، وفي مناطق الساحل الساحلي ضيق. ايه السبب في ان الساحل الساحلي مثلا في بعض المناطق ممكن يكون متسع زي هنا مثلا، وهنا ممكن ضيق جدا عند البحر الاحمر؟ السبب ان في المناطق اللي الجبال بتكون قريبه جدا من الساحل زي عند البحر الاحمر، الساحل الساحلي بيكون ضيق. اما المناطق اللي ما فيش جبال فممكن تلاقي الساحل الساحلي متسع، اللون الاخضر واسع. وطبعا احنا عندنا في اسيا، طبعا اسيا عندها سواء سهول ساحليه واسعه جدا، سواء على البحار والمحيطات اللي بتحيط بيها. فمثلا هتلاقي السهول عند الخليج العربي مثلا واسعه، لان مناطق ارض منبسطه ما فيش جبال، عكس اللي عند البحر الاحمر. طيب السهول الساحليه طبعا دي مهمه جدا، لانها مناطق بتسقط عليها امطار، والناس بتستخدم الامطار دي في الزراعه، فبيستفيدوا من السهول دي. طيب ده بالنسبه للسهول الساحليه في قاره اسيا. تعالوا بقى نشوف السهول الساحليه في قاره اوروبا. قاره اوروبا بقى بتتميز ان السهول الساحليه بتاعتها بتتميز بكثره التعريج. ليه التعريج دي بقى مفيده جدا في اقامه الموانئ الطبيعيه وفي الصيد وفي الثروه السمكيه. هنلاحظ الساحل الساحلي في اوروبا متسع، وقلت ان بيطل على المحيط الاطلنطي، بيكون واسع جدا على المحيط الاطلنطي. اما عند البحر المتوسط الساحل الساحلي ضيق، لان طبعا بسبب وجود المرتفعات والهضاب. كمان عندنا لازم ناخد بالنا من حاجه، ان في قاره اسيا ان في سهول يعني في المحيطات والمسطحات المائيه، في عندنا جزر ومناطق جزريه كتير في قاره اسيا، زي مثلا جزيره سريلانكا جنوب الهند. في مثلا عندنا ارخبيل الفلبين، ارخبيل اليابان، ارخبيل اندونيسيا في اسيا. والارخبيل ده عباره عن مجموعه جزر على هيئه قوس. فمثلا بصوا اندونيسيا، شايفين ارخبيل اندونيسيا واخد هيئه قوس اهو. الفلبين
اليابان شايفين أرخبيل اليابان واخد هيئة قوس، مجموعة جزر واخدة على شكل قوس فبنسميه أرخبيل. كل دي موجودة في الايه في المسطحات المائية اللي بتحيط بقارة آسيا، والجزر دي والمناطق دي كلها تابعة لقارة آسيا. ده بالنسبة السهول في قارتي آسيا أو التضاريس في قارتي آسيا وقارة أوروبا. كده احنا بسرعة بقى نعمل ملخص للدرس. بنقول أعلى موجودة جبال في آسيا اللي هي جبال الهيمالايا، وأعلى قمة جبل إيفرست. الجبال في أوروبا في جبال الألب، وقلت اسمها جبال البرانس ما بين فرنسا وأسبانيا، واسمها جبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. وقلت أعلى قمة جبل في جبال الألب اسمها قمة مون بلان، ودي ارتفاعها 4800 متر. الهضاب، آسيا فيها هضاب كثيرة، فيها هضبة التبت اللي هي أعلى هضاب العالم واسمها سقف العالم لأنها بتزيد عن 4000 متر. كمان في هضبة الدكن في الهند بتحتل مساحة كبيرة جدا من الهند. في هضبة شبه الجزيرة العربية اللي هي في الوطن العربي اللي هي جنوب غرب قارة آسيا. الهضاب في أوروبا قلنا هضبة الميزيتا في أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى في فرنسا. بنتكلم كمان عن السهول الفيضية. قلت في سهول فيضية في شمال قارة آسيا، سهول نهر أوبو يانسي ولينا. وقلت في سهول في الجنوب زي نهر السند في باكستان ونهر الجنج في الهند. قلت في سهول في شرق آسيا زي نهر ينجتسي ونهر أمور في سهل منشوريا. كمان قلنا في غرب آسيا في سهول نهري دجلة والفرات في العراق. السهول الفيضية قلت السهل الأوروبي العظيم، سهل فيضي كبير جدا بيمتد في مساحة كبيرة في قارة أوروبا، وبيجري فيه أطول أنهار أوروبا نهر الفولجا، وفي نهر الدانوب ونهر الراين. السهول الساحلية في أوروبا وآسيا بتتسع في حالة وجود السهول. أما لو في حالة وجود الجبال بيكون السهل الساحلي ضيق، زي ما قلت لكم عند جبال البحر الأحمر السهل الساحلي ضيق جدا بسبب امتداد جبال البحر الأحمر اللي هي جبال الحجاز وعسير واليمن. أوروبا بتتميز السهل الساحلي بكثرة التعريج، وقلت دي ميزة بتسهل إقامة الموانئ الطبيعية وبتزود الثروة السمكية، والسهول دي بتطل على المحيط الأطلنطي. قلت آسيا بتتمتع بوجود مجموعة من الجزر زي جزيرة سريلانكا جنوب الهند. وقلت في أرخبيل زي أرخبيل أندونيسيا أقصى جنوب شرق القارة، وفي أرخبيل الفلبين وأرخبيل اليابان في شرق آسيا. ده بالنسبة لتضاريس قارة آسيا. أتمنى أن انتوا كنتوا استوعبتوا الدرس، وإن شاء الله نستكمل في حلقات أخرى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.